لماذا تعثر الخضر في واغادوغو؟ جوانب كثيرة تهم تلك المبادرات بما فيها الجوانب التحكيمية. دعونا نتابع هذا التقرير. على الرغم من الأداء الجيد لكتيبة الخضر خلال مباراة بوركينا فاسو، غير أنه لم يشفع لها للعودة بنتيجة إيجابية بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء أشار إليها مساعده الذي يبدو بأن حرارة ورطوبة واغادوغو قد أثرت على بصره. بكل صراحة يعني أنا قد نخطئ في التقدير، قد نكون لدينا رأي، لكن هنا لا رأي، الرأي واضح تماما، لا مجال أبدا للشك بأن لا وجود لأي مخالفة. أشبال المدرب البوسني قدموا خلال هذا اللقاء مستوى كبير أمام وصيف بطل إفريقيا الأخيرة، مستوى لا يجب أن يخفي بعض النقائص التي ظهرت على تشكيلة حليلوزيتش وخاصة في منصب الظهيرين. وهنا نشير إلى مهدي مصطفى على الجهة اليمنى الذي يمكن القول بأنه فشل إلى حد ما في منصب هو في الأصل لا يشغله، وهو ما يؤكده الهدف الثاني لبوركينا فاسو وبدرجة أقل الهدف الأول. متوسط ميدان أجاكسيو الفرنسي وإن كان ينشط في منصب لا توجد فيه خيارات كثيرة في ظل نقص المنافسة لكادامورو، إلا أن مستوى مصباح في الآونة الأخيرة على الجهة اليسرى أثار كثير من التساؤلات حول إصرار حليلوزيتش على إشراك مدافع بارما أساسيا وإبقاء فوزي غلام على دكة البدلاء على الرغم من المستوى الجيد الذي أبان عليه مدافع سانت إتيان الفرنسي في المباريات القليلة التي لعبها رفقة المنتخب الجزائري. خسارة بوركينا فاسو وبغض النظر عن تأثير الحكم فيها، إلا أنه يجب على أشبال حليلوزيتش وضعها في طي النسيان والاستعداد لموقعة البوليدة شهر نوفمبر المقبل التي ستكون نتيجة الفوز فيها فقط كفيلة بمنح الخضر تأشيرة مونديال البرازيل.